بتحكي صاحبة القصة وبتقول: أنا مدام فتحية، عندي 40 سنة، كنت متجوزة وأنا صغيرة. قعدت متجوزة فترة وحصل بيني وبين جوزي مشاكل وطلقني، وأنا ما كنتش خلفت منه، واتجوزت واحد أكبر مني بشوية، وهو كان متجوز وكان مخلف ولد واحد، وكانت مراته ماتت وما معوش إلا ولد واحد، وأنا اتجوزته لأنه كان مبسوط ومرتاح ماديا، وكان مصمم اللي هو يتجوزني لأني أنا بصراحة حلوة وجميلة وكل حاجة فيا حلوة. وهو بصراحة تقدم لي كام مرة وفي الآخر أهلي وافقوا عليه، أنا كمان وافقت. وأنا كنت في الأول مترددة عشان معاه ابنه، وابنه كان عنده 24 سنة، راجل كبير يعني. اتجوزت وقعدت أنا وهو في شقة، والشقة دي كانت كبيرة، وجوزي كان فارش أوضة عشان خاطر ابنه لما يرجع من السفر يعيش معانا. وفي يوم لقيت الباب بيخبط، كنت بحسبها أمي، لأني بصراحة عمري ما شفت ابن جوزي، لأني كنت متجوزة أبوه وهو كان مسافر برا، وما شفناش بعض ولا اتقابلنا مع بعض خالص. وكنت لابسة عباية بيت قصيرة وكانت مفتوحة من فوق، وأنا أول ما شفته استخبيت ورا الباب، لقيته واحد غريب وبيقول لي: انت مرات أبويا؟ فعرفت من هنا إنه هو ابن جوزي. قلت له: اتفضل. لقيته بيبصلي من فوق لتحت، وهو بصراحة كان وسيم قوي وكان أحلى من أبوه، وهو كان شاب طول بعرض وكان حلو جدا. لقيت أبوه بينده عليا وقعد يسلم عليه، وأنا دخلت عشان ألبس علي حاجة واستر نفسي، لأنه ما ينفعش إنه هو يشوفني كده، ودي كانت أول مرة يشوفني بالطريقة دي. دخلت لبست عباية طويلة، لكن لقيت جوزي بيقولي: عادي، ما انت في مقام والدته، مكسوفة من ايه؟ قلت له: لا، بس عشان احنا لسه أول مرة نتقابل ونتعرف. وفعلا اتعرفنا على بعض وقعدنا نتكلم سوا أنا وهو وأبوه. لقيته دخل أوضة بتاعته وقفل على نفسه، وأنا وأبوه دخلنا أوضتنا. وبصراحة كان جوزي عايز يتعامل معايا ويعمل معايا. عملنا أنا وهو في اليوم ده، وبصراحة قصدت اللي أنا أعلي صوتي شوية علشان ابن جوزي يسمعني، لأنه بصراحة هو دخل دماغي. وقمت بصراحة بدري قبل ما جوزي أحضر الفطار. دخلت على ابن جوزي أوضته، لقيته نايم، وفجأة لقيت جوزي بينادي عليا. جريت ورحت على الأوضة بتاع جوزي وقلت ليه نعم. قال لي: انت فين قايمة بدري كده ليه؟ قلت له: كنت بحضر لك الفطار. وقام جوزي دخل الحمام وقعدنا نفطر أنا وهو مع بعض. وبعد ما خلص الفطار قال لي: أنا نازل الشغل. قلت له: خلاص ماشي. ويا دوبك نزل جوزي من هنا وأنا دخلت الأوضة على ابن جوزي أصحيه، وهو بصراحة نومه خفيف. حس بيا لما دخلت عنده الأوضة، قال لي: عايزة حاجة؟ قلت له: مفيش، أصلي أنا حضرت لك الفطار لو هتقوم تفطر. بعدها بشوية لقيت الباب بيخبط، لما فتحت لقيتها أمي. قعدت أنا وهي نتكلم شوية، وقلت لها إنه ابن جوزي رجع من السفر وهو قاعد معانا. المهم حضرت لهم الغدا واتغدينا كلنا، أنا وجوزي وأمي وابن جوزي. جوزي دخل ينام وأمي روحت على بيتها، وأنا قعدت أفكر في ابن جوزي، ولقيت جوزي بينادي عليا. وأنا بصراحة كان نفسي جوزي ينام أقوم علشان أقعد وأتكلم مع ابنه، وهو كان عايزني في حاجة، وأنا ما كانش ينفع إن أنا أقول له لأ،
ما هو جوزي برضه ولازم ياخد حقوقه. وأنا كنت بتعمد على طول وأنا مع جوزي إن أنا أعلي صوتي. والصبح لما جوزي راح الشغل لقيت ابنه بيقولي: هو إيه الصوت اللي أنا كنت بسمعه بالليل ده؟ انتي تجنني قوي، ده صوتك يهبل كده بالليل وانتي مع أبويا. انتوا كنتوا بتعملوا ايه وصوتك عالي كده؟ قلتله مفيش. انت فاهم يعني الراجل مع مراته بيعملوا ايه في الأوضة؟ أكيد انت عارف وفاهم كل حاجة. وأنا سبته من هنا ودخلت أوضتي وقفلت على نفسي الباب، وفجأة لقيته دخل ورايا وقفل الباب. وفعلا اتعاملت أنا وهو وحصل بينا اللي حصل. وهو كان شاب حلو ووسيم وأي واحدة ما تقدرش تقاوم قدامه. وفي يوم كنت تعبانة ورحت أكشف لقيت نفسي حامل في شهرين، وكانت الصدمة. ولما قلت لابن جوزي ده أنا حامل قالي: طيب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ قلتله: أنت ما تقولش حاجة وأنا هتصرف وهعرف أبوك إن أنا حامل. وفي يوم رحت واتدلعت على جوزي وعرفته إني حامل، وبصراحة بقى طاير من الفرحة وما كانش مصدق نفسه. وبعد فترة لقيت ابن جوزي بيقولي إنه هو لقى شغل في محافظة تانية وإنه هيسافر ليها وهيشتغل هناك. وأنا بصراحة بقيت مصدومة ومش عارفة أعمل إيه، وأنا كده هعيش مع أبوه وهتحمله، وإنتوا عارفين إنه هو راجل كبير وعلى قده. وأنا مش قادرة أنسى ابن جوزي ولا أبطل تفكير فيه، وأنا بحبه جدا، وأنا مش قادرة أتخيل نفسي وحياتي من غيره، ولا عارفة إن أنا أكمل في الجوازة دي مع جوزي. وأنا دلوقتي خلفت منه وجبت بنت، ومش هينفع إن أنا أتطلق من جوزي عشان أهلي على قدهم ومش هيقدروا يصرفوا عليا وعلى بنتي. وأنا بصراحة بحب ابن جوزي جدا ومش قادرة أتخيل حياتي من غيره. وحاولت إن أنا أقنعه يشوف له شغل هنا في المحافظة اللي احنا فيها، لكن هو بيقولي مش هينفع إن أنا أرفض الشغل ده. وأنا بجد مش عارفة أعمل إيه. ياريت كل اللي يسمع حكايتي يقولي أعمل إيه وأتصرف إزاي.